مباراة ريال مدريد وبلد الوليد. السلام عليكم ورحمة الله. انتهاء مباراة ريال مدريد وبلد الوليد 6-0. التشكيلة اللي لعبت بها اليوم ريال مدريد هي 4-2-3-1. أما التشكيلة اللي لعبت بها بلد الوليد هي 3-5-2. التشكيلة دخل بها حراس المرمى كورتوا، في الدفاع كامفينغا، ألابا، ميليتاو، لوكاس فاسكيز، وفي وسط الميدان تشاومي وكروس. في الميدان الهجومي فينيسيوس جونيور، رودريغو وماركو أسونسيو، وأما في الهجوم بنزيما. أما تشكيلة بلد الوليد في حراسة المرمى سيرجيو، وفي الدفاع إيفان فيرسيدا، خواكين فرنانديز وجوا دياميك. وأما في وسط الميدان لويس بيريز، روكي ميسا، مارتين هونغالا، جيس خيمينيز، لوكاس روزا وغونزالو. في الهجوم سيرخيو ليون. ملخص المباراة: صاعد يتميز ويتألق ويحرز الألقاب على مستويات عدة في كرة القدم وفي غير كرة القدم كذلك، لأن ريال مدريد هو نادي وليس مجرد فريق كرة، ويحصل الألقاب على مستوى الناشئين واللاعبين الشباب والفتيان والفتيات كذلك، وبالتالي هو مؤسسة كبيرة. كروس وفينيسيوس تسديدة من كروس ولكن بعيدة عالية تماما. الثانية تلعب بعيدة على الجهة اليمنى كامافينغا في التغطية. كوينيتاو تروح مباشرة ناحية بلاطا. الحكم يرجع ويصفر كرة لصالح عناصر بلد الوليد في وضعية تسلل أم خطأ. مبادرة لعناصر الفريق الضيف، بكرة صعبة وخطيرة لعناصر بلد الوليد. رائعة، تضرب في القائم وترجع كرة صعبة لعناصر بلد الوليد. قد يأتي الجول الأول لصالح عناصر فينيسيوس جونيور بنزيما، والكرة لم تصل. كامافينغا، فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى يستفيد من خطأ، يصفر الحكم في هذه اللحظة. سينسيو خلاها لتوني كروس مرفوعه في القائمه الثانيه بعيده كثير، يطلب مازال بنزيما، فينيسيوس بنزيما اسرع وخطيره. لوكاس فاسكيز بينه وبين اسينسيو، رجعت له الكره ولكن قبل صفر ومأموريتهم صعبه كذلك. على يراوغو يدخل لوكاس فاسكيز ضيعتها واضح الكره والحكم لم يصفر لك خطا. كره بعيده وسهله. جونيور والتوزيع، الحكم يقول ركنيه. هاي كرة فينيسيوس جونيور في المراوغة. يدخل لوكاس يدخل عرضي، مرفوع القائمة الثانية بشكل رائع. اسينسيو رودريغو، جول لريال مدريد، هو الاول هدفها في بداية المباراة والخامس لرودريغو الذي يسجل هدفه الخامس بعد الهرب على الجهة اليمنى. انطلق اسينسيو، فتح الطريق. فينيسيوس ما زال يدخل، التمرير بنزيما، التسديدة الحارس بنزيما. الصد كان رائع من سيرخيو. رودريغو كريم بنزيما، رودريغو يسرى فينيسيوس جونيور، التوزيع رائعة من فينيسيوس جونيور واروع من كريم بنزيما. والجول الثاني للريال. اعطيونا اللقطة الاولى كيف فينيسيوس جونيور عبث بالمدافع فريسنيدا وتقريبا كاد يسقطه. اسينسيو بنزيما 3-0 صارت النتيجة. كريم يستعرض هو كذلك، استلمها ودخل، تريث بعد ان راوغ وضربها في الزاوية اليسرى لمرمى اسينخو مسجلا. يلعبها بينية، تصعب. حاول يسددها الكامروني. جول رودريغو، جول لبنزيما. هل هي أسرع ثلاثية تاريخية بالنسبة لكريم بنزيما الذي سجل الثاني والثالث والرابع
الرابع كازما يلعبها في اتجاه فينيسيوس على الجهة اليسرى وتغطية دفاعية من لوكاس فاسكيز. كرة مرفوعة القائم الأول بالراس وراحت مباشرة للحارس. خطيرة مرة ثانية. هايل الكرة فرادى وجماعات عناصر الريال متعبة كانوا. اسينسيو مرة ثانية بنزيما اي نعم ممكن عارفين بانه صعب عليهم. بلاتا كورته لم تمر هو الكرة لوكاس روسا مازال يحاول يمر. لوكاس روسا وين تمر مقابل يوسف. رائعة الكرة هذه من كيكي بيريز تضرب في القائم الايمن هذه المرة بعد الاولى اللي ضربت في القائم الايسر في الشوط الاول. لويس بيريز في بداية هذا الشوط الثاني ودخول قادوا من جانب تشكيلة فريق ريال بلد. الكرة محاولة الكرة ما زالت لصالح اللاكاس كريم بنزيما ولوكاس بنزيما بين احضان الحارس. الكرة هذه لم تلعب من يدير توني كروس كرة يرجع للخلف. التسديدة بعيدة أنا من قبل الفرنسي. يخرج بالكرة على الجهة اليسرى يواصل كامافينجا. اسينسيو الدفاع يخرج الكرة هذه بروعة ثم فينيسيوس. التوزيعة في القائمة الثانية في 6 دقائق و30 ثانية. والكرة خطيرة بالجهة اليسرى من هنالك محاولة تسجيل الكرة البينية. الحكم يقول العب هنا من كرة من الفارو اكوادو وبعدين يقول ظل وفينيسيوس جونيور يبدأ فينيسيوس. رودريغو توني كروس عرضية. الدفاع كانت موجودة حتى بالنسبة لعناصر بلد الوليد والتسديدة من سيرخيو ليون يستفيد من ركنية لكن الحكم يبقى بنزيما صنع أجمل صور تاع اليوم. كرة صعبة وخطيرة وجول. رودريغو يسجل ثنائية. تفاصيل هنا لمسة يد نعم يقول الحكم ويرفض الهدف الذي سجله رودريغو وتبقى النتيجة 4-0. رودريغو للوكاس فاسكيز. توني كروس مرفوع على القائمة الثاني راسية من إدير ميليتاو ولكن بعيدة تماما. إدير ميليتاو صاحب 4 عليك. رودريغو يستند على رودريغو اسينسيو جول. اسينسيو رودريغو اسينسيو. فوز ريال مدريد على بلد الوليد. أعلى نقطة هي لبنزيما 4.6 ثم يليه فينيسيوس جونيور 4.6 رودريغو 4.5 ثم كروس 4.3 ثم كورتوا 4.3. أما النتائج تسديدات 29 ريال مدريد 12 بلد الوليد. ريال مدريد 2 بلد الوليد. تمريرات 546 تمريرة ريال مدريد 362 تمريرة بلد الوليد. دقة التمرير 86% ريال مدريد 81% بلد الوليد. الأخطاء 17 ريال مدريد 11 بلد الوليد. البطاقات الصفراء ريال مدريد 1 بلد الوليد. حالات التسلل 0 ريال مدريد 2 بلد الوليد. ضربات الركنية 9 ريال مدريد 1 بلد الوليد. ترتيب الدوري: المركز الأول برشلونة، المركز الثاني ريال مدريد، المركز الثالث أتلتيكو مدريد، المركز الرابع ريال سوسيداد، المركز الخامس ريال بيتيس، المركز السادس فيا ريال، المركز السابع أتلتيكو بيلباو، والمركز الثامن رابيو فالكانو.